السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا، اللي هو احنا تربية البط المسكوفي والمشاكل اللي بتواجهنا فيها. تربية البط المسكوفي الار 41 والمشاكل اللي بتواجهنا في تربية البط المسكوفي. المشاكل اللي بتواجهنا في تربية البط المسكوفي هو نحل الريش او وقوع الريش، او البطه بتتعرى كده وبتبقى يعني ما اقولكيش، وبتبقى خايفه بقى هل هي البطه دي هتصحى وهتبقى كويسه ولا لا. اللي عايزه اقوله لكم، اول ما نشوف الموضوع ده، او اول ما نشوف وقوع الريش ده، اول ما نشوف وقوع الريش للبط المسكوفي هنعمل ايه؟ اول حاجه هتاخدي البط بتاعك كده وتطلعي كل يوم بيه ساعتين في الشمس. ده اول علاج من علاجه، ساعتين في الشمس. هو انتوا ما تخافوش، هي المشاكل بتاعه البط المسكوفي دي في الاغلب بتواجهنا، اللي هو الار 41، يعني الاتنين اللي ورا بعض دول. ايوه دول ار 41، دول التانيين خليط. ماشي، الاتنين التانيين خليط، وعلى فكرة عملوا زيهم، عشان دول عملوا كده دول عملوا. فلازما بقى في تربية البط المسكوفي الار 41 هيحصل له كده، ولو معاه حاجة فلاحي بيحصل لها كمان. اول حاجه في العلاج، اول ما تلاقيهم بيعملوا كده تاخديهم كده سيادتك تحطوهم في الشمس. واللي عايزه اقوله لك ان بيبقى فيه اسهال، طالما عملوا كده بيبقى فيه اسهال، بس الاسهال غير ملحوظ. انت مش ممكن ما تلاحظيش، بس هو لازما بيكون حصل لهم اسهال، بس انت ممكن ما تكونيش واخده بالك. فبيبدا الريش يقع. الريش ده بيقع ليه؟ لان الاسهالات دي او الشمس، هما بيعوزوا من الشمس الفيتامينات، او الفيتامين بمناص املاح معدنيه وفيتامينات. فاحنا بنعوضها بايه؟ اول حاجه بنعوضها بالشمس، ده رقم واحد. تاني حاجه، بطك ياكل علف 21% لمده شهر، 23% اللي هو الناعم السمسم ده لمده شهر. دول حاجتين هما دول اول حاجتين في العلاج. تالت حاجه بنجيب ايه بقى؟ شويه ملح على العلف. ما عندكيش ملح، عايزه تحطي ملح بس ما 10، يعني 10 جرام ملح على الكيلو العلف. ما تروحيش بقى تحطي لي كيس ملح وتقولي لي البط ده هيسهل وهيموت منك. بص، بنعوض بقى بالكيس ده. الكيس ده بيبقى كيلو، بيبقى علاج لكل حاجة ممكن تتخيليها. عندك بط، عندك فراخ بيضة، عندك فراخ للبيض، عندك بط بيبيض، عندك اي نوع علاج. انا الكيس ده ما بيتقطعش من عندي. الكيس ده كيلو بيعمل 30 جنيه، باخد منه شوية كده واحط على الاكل. اللي عايزه اقوله لكم ان لو حد عنده المشكله دي ما يخافش يا جماعه. انا بدات اخلط للبط ده على فكره. ادي عيش وعليه اهي، ورده وذره، ولو عندك فول يبقى جميل. ادي ايه زي ما انتوا شايفين. يبقى هنجيب الكلام ده. اول حاجة المكان برضو يبقى نظيف وترشيه بالجير. ماشي، يبقى عايزين ننظف المكان بالجير. نوكل علف شهر كامل. نجيب الكيس ده او اي املاح معدنية. ما عندكيش خلاص والدنيا وقفت، هتحط شوية ملح على الاكل. ماشي، تطلعيه. اول حاجة في العلاج قلنا الشمس. ماشي، انتوا شايفين ده والله كان زلبطه. كان بص مفيش حاجه خالص. يعني انا مرضتش اطلع اتكلم عن الموضوع ده غير لما اوريكم النتيجه. كان بصي الريش بتاعه بيقع في كل حته كده، تمشي تلاقي الدنيا واقعه. معلش اصل البط بتاعي براوي شويه، لازم يبعد ساعه ما اجي. حاجه كمان، الصدف اهو على الاكل. صدف مجروش، الصدف ده مش غالي. يبقى نجيب الكيس ده ونجيب جير ننظف به المكان ونحط منه على الاكل. ماشي، املاح مع لو ما فيش بديل الكيس ده الملح الابيض بتاعنا، بس الكيس ده طبعا احسن. عندك الخميره دي، شايفين الخميره دي فيها جميع انواع الفيتامينات، برضو جميله جدا. بس لازما مع دي كمان يكون الكيس ده ممكن يغني عن دي، لكن دي ما تغنيش على الكيس ده. الاتنين مع بعض يبقوا تحفه وجمال.
ما عندكيش وعندك الكيس ده، تحطي معاه ايه، تحطي مع الكيس ده شوية ملح طعام، مع الكيس ده شوية ملح طعام. لو ما لقيتيش الكيس التاني اللي هو ده، تحطي معاه مع ده ملح طعام، ماشي، مع الجير، مع الاكل زي ما انتوا شايفين كده، مع الجير، مع الجير، مع عندك فيتامين ألف د 3 اهي، يبقى تحفة كمان. يبقى احنا كده عملنا الأكل والعلاج بأبسط الطرق. المكان يكون ناشف يا جماعة، ما تربيش عدد كبير في مكان ضيق وتقولي لي البط بياكل بعضه، ولا بورشه بيقع، ولا بيشد في ريش بعضه، ولا بينهش في بعضه. فانا قلت لكم اهو على الاسباب وقوع الريش دي، هي نفسها علاجها هو علاج الكساح، وعلاج هو نفس علاج الكساح، ونفس علاج شد الريش ووقوعه وياكلوا في بعض. زيادة بقى عن الموضوع ده، عن اللي انا قلته، لو هما بياكلوا ريش بعض، الزيادة اللي انت تحطيها او الزيادة اللي انت هتبقي محتاجاها، لو ما بطلوش تقص المنقار. لكن الصدف والعلاج اللي انا قلت لكم عليه ده وبدايله وكل ده، هو كل ده يعني هو ده نفس علاج الكساح، نفس علاج نفس علاج لو البط بيقطع وبيشد في ريش بعضه، نفس علاج الريش البط المسكوفي اللي بيوقع ريشه. كل ده نفس العلاج، كل ده علاج واحد. علشان بس ايه ما نرجعش نتكلم في الموضوع ده كتير. لو انت عملت اللي انا قلت عليه، الفرشة ناشفة، جبت كيس الاملاح المعدنية ده، حافظت على طيورك، معاكي شوية النشا على الاكل من اول يوم، جبت فيه البط المسكوفي او اي انواع بط، او اي انواع بط. يعني انا نسيت احط اهو النشا، هحط لهم شوية النشا، يبقى انت كده ايه تمام، وبطك في تمام. هتجيبي كيس ده ب30 جنيه، ماشي، هيفضل معاكي دورة البط كلها، وهتحطي لكل طيورك كيلو كامل ب30 جنيه، ماشي. تخلصي معاكي ادوية الاستقبال او الاستقبال، وتبداي تحطي من ده على الاكل بقى نطرة بسيطة، كل يعني نص معلقة شاي على الاكل، نص معلقة شاي على الاكل، نص معلقة من ده ونص معلقة من النشا. وانسي الاسهالات، وانسي وقوع الريش، وطلعوهم في الشمس ساعتين كل يوم، وهتتفرجي. معلش اصل البط بتاعي بالراوي يا جماعه، وهتتفرجي على البط واكله ما شاء الله عليه. اللي عنده يا جماعه اي اسئله او اي موضوع يكتب لي في الكومنتات والله، وانا هرد عليه. بس معلش انا اسفه، لان انا بسهى، ويعني الامكانيات مش متوفره ان انا انزل فيديو كل يوم، وممكن انسى واسهى يا جماعه. يعني ما تزعلوش مني، ويا رب اكون قدرت افيدكم. وما تنسوناش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.